مرحبا عيني، شلونكم؟ اليوم راح اسوي تشرك. طبعا اسهل طريقة. عندي هنا حليب، طبعا اذا سائل عادي قلاص، واذا عندكم بودرة هم سووا قلاص. هنا أنا خليت الخمرة قد ملعقتين وملعقة سكر. باع بسرعة عفتها هيجي كم دقيقة ما شاء الله، يعني الخمرة تفاعلت. قلاص زيت، هيل مطحون حسب الرغبة، الهيل مطحون، فانيلا خليت تشيز، وهنا سكر أو شكر حسب الرغبة. خليت أني قد يعني 8 خواشي، والفانيلا، وراح أخلطه وأعجنه طحين بس. يعني راح أضيف، وإذا تحبوها حلوة كله حطوا يعني كل القلاص، أنا ما خليت قلاص شكر. حالاتها كانت كل زينة، وكيلو طحين. هنا أنا أعجنه عجن زين، ما شاء الله، مو لينة طبعا. العجينة كل زينة. راح أغطي عليها وأخليها تختمر، وبعدين أشكلها التشكيلة اللي أنا أريدها. أكو هواي تشكيلات بالشرك. هنا أنا شلون يعني أشنقها أو أقطعها وأخليها ترتاح، وأبدي أشكلها. هاي بقى عجينتها كلش تخبل، هاي تنفع لكل شي، يعني للفطاير، بس مثلا يشيلون منها السكر. هنا أنا راح أبدي أشكل. عندي تمر هم راح أشكلها بتمر، والباقي سادة، لا راح أسوي وياها حلاوة شوكولاتية. طبعا هاي ثواب. بقى عجينتها قوية، لازم تصير شوية بيها قوة، مو لينة. ذيك المرة سويتها لينة شوية، يعني عذبتني بالفتح. هنا حلو. هاي راح ألفها. هاي الثانية الحركة، أظل أسوي هيجي وشون يعني شكلها من برا، من نشتريها من جاهزة. أعكس، ومن هناك هم أعكس وأدورها وخلاص. الصينية خلت لها ورق زبدة، يعني محضرتها بدون زيت. ما عنده ورق زبدة شوية يضيف زيت للصينية وعادي. هاي أخليها ترتاح قد مثلا 5 دقايق، وهنا أدخلها الفرن. من دخلتها الفرن مسحت على وجهها شوية يعني بحليب. الحليب أخليه ثخين. هنا أنا شيرة مال حلاوة شوكولاتية راح أضيف، مو شيرة أسويها، بس مو السكر أطفى عليها. خليت هنا الشكر طبعا بهذا القلاص، بأي قلاص تقيسون عندكم، وماي راح أضيف 4، وأخلي لها هيل مطحون، أو هيل حتى إذا ما مطحون عادي للشيرة. هنا طحنت الهيل. أبدي هنا أنا عندي كاسة طحين أو قلاص أو كوب، انتوا اللي تقيسوا، وكاسة ونص حليب. مثلا قلاص طحين، قلاص ونص حليب، ونشا نص قلاص. راح بدون زيت راح أحمس بيها على مود بسرعة، يعني تحمر أو يحمص الحليب. أظل أحمس بيها. يلا أضيف الزيت راح أضيف قد قلاص. أحمسها. طبعا حلاوة الشوكولاتية كلش طيبة، وطعمها طيب، وتنفع للثوابات، للمناسبات، لأي مناسبة. بعد غير لونه. هنا إذا ضيف الزيت أظل هواي أحمس بيه، يعني يتعطل. هنا ضفت الزيت من تغير لونه، وهم بعدني أحمس بيه عناصي لحد ما يصير لونه أشقر. أضيف المي والسكر، الشيرة سويتها أو القطر. هنا ضفت هيلها من شوية، أظل أحمس بيها. والشيرة أو الهاي تذبوها بالتدريج، يعني مو كون أحد يعني يكمشلكم وواحد يخوط ويباع. جبت هسه هاي على مود أسوي، على مود ما يكتل عندي النشا. أكو ناس ما يضيفوا لها نشا، يعني بس حليب وطحين. هاي راح أضيفها هنا كلها، وهي بعد يعني شوية وتستوي، ما تظل هواي على الطباخ. هنا نصيت عليها، أعوفها 5 دقايق وأصبها بالصحون.
عندكم أو كاسات اللي هي ضفتها هاي آخر شي، وخلاص سهلة وسريعة. هاي هنا أنا راح أصب عليها، طبعا طفيت عليها ثخنت ما شاء الله وخرتها، راح أصبها وهاي شكلها النهائي. وهذا الشرك، طبعا الشرك روعة باعه اسفنجي، ظل يعني يومين هو نفس يعني طعمه. وهاي أم التمر. وهنا هاي ثواب طبعا الابن خالي ميت، أتمنى تقروا له الفاتحة وإن شاء الله واصل يا رب، والله يرحمه ويرحم أمواتكم، أموات المسلمين جميعا. وهاي راح أوزعها. وهنا أنا أقول لكم مع ألف سلامة حبايب قلبي، لا تنسوني بلايك واشتراك بالقناة. مع ألف سلامة.